مداد المعلم لا يمحى وإن طال الزمان، من قلب امتلأ امتنانا ومن ذاكرة لا تنسى. من زرع فيها أول بذور الفهم. نطلق اليوم سلسلة صناع العقول وفاء لأعظم من مروا في حياتنا، المعلمون. هذه السلسلة ليست مجرد حكايات، بل نداء ضمير حي. في زمن عز فيه الثبات يسطع نجم معلم الأجيال وخطيب المنابر، الرجل الذي تهتز له الجدران قبل القلوب، صاحب الكلمة التي تقوم والصوت الذي يوقظ والعقل الذي ينير. لا يخطب إلا فأوجز ولا يعلم إلا فأبدع، حتى أصبح قدوة لمن عرفه وفخرا لكل من تتلمذ على يديه. إنه الشيخ راضي الخطيب، إمام المعلمين وقبلة الصالحين وعنوان الوقار العلمي والأدبي والخلقي. عاش معلما لا كأي معلم، بل نسخة نادرة. أحب اللغة العربية فأتقنها حد الفصاحة وتفنن في شغفها حد البلاغة. لم يكتفي بدار المعلمين، بل واصل حتى نال ليسانس الحقوق والآداب وجعل من نفسه موسوعة تدرس. كان يجيد الإنجليزية والفرنسية، يعلم كما يتنفس ويحاور كما يفكر، يزرع الفضيلة في عقول طلابه ويشعل شغفهم للعلم. شخصية مهيبة، حنونة، مثقفة، شاملة. يدرس العربية والعلوم والدراسات والتربية الإسلامية والرياضيات والفنون. معلم شامل وفارس كل ميدان، محبوب في بلده، سند للناس، شريك أفراحهم وأحزانهم، حاضر في السياسة والرياضة، وقور حيثما حضر. أما في خطبة الجمعة فهناك سحر آخر، بصوته الهادئ العميق وعشقه لآل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يأتونه من كل فج لسماع خطبه المميزة. هو ليس مجرد معلم، بل ذاكرة أجيال ورمز حي للعطاء والأصالة. اللهم كما أحييت به العقول والقلوب، فأحيي جسده بالصحة وروحه بالطمأنينة وقلبه بالسكينة، وبارك له في عمره وأتم عليه عافيته.